بعد وقت يمي انت وانا مشتاق بعد وقت، مو هذا وقت الفراق بعد وقت. يمي انت وانا مشتاق بعد وقت، مو هذا وقت الفراق. اشتاق لك وقت شهور يتداين دموع النار، يا نهر مذبوح شلون ما صدق يموت الماء. قالوا لي بس ما صدقت يا صاحب، دليني باب النسيان حتى انسى كنا صحبة بعد وقت. ليش تموت هالسنة بعمرك عرسان، ما صدق من ايدي رح يا صاحبي بعد وقت، ما صدق من ايدي رحت يا صاحبي يا صاحبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بدءا باسمي وباسمكم جميعا السادة الحضور المشايخ المعزين أصحاب العزاء، نعزي مولانا صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء بذكرى شهادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. نسأل الله وإياكم أن يجعلنا من المعزين من الباكين. كذلك نعزي الإخوة عشيرة البديرات بوفاة المرحوم خادم الإمام الحسين عليه السلام الحاج جاسب أبو أثير رحمة الله عليه. تعزية إلى أخوته أبو علاء وأبو أحمد وأبو زين العابدين وأبو محمد، كذلك أولاده أثير وأخوته جميعا، الحاضرين جميعا المعزين لكم العزاء إن شاء الله. من اجتمعنا من أجل رحم الله من يقرأ الفاتحة معطر بذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا نسير على نهجكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا.
فزنا وصعدنا وإياكم إن شاء الله بولاية محمد وآل محمد. حزني على مدى الأيام طويل، وعيني على الأحباب تسيل. أبكي إذا فارقتهم يوما فكيف إذا كان الفراق طويل. الليلة ليلة نعل الزهراء، سلام الله على الزهراء، تنعى الوالد. شو تقول بلسان الحال وأنت فاقد أبوك رحمة الله على روح الحجي؟ أي والله. قل لأبويا عليك البيت مو حشي العفتني يا رسول الله، عليك البيت مو حشي يلعفتني يلعفتني، أجر حسرات للونة تركتني، ويل عمت عيني يا رسول الله يا أبو، وحقك بالقلب وحقك بالقلب بويا صبتني، رحت عني يا ابويا وما خذتني ما خذتني. قالت بويا تشلب بالنعش بثني ندي، ولا يا فقد الوالد، ولا يا اتشلب بالنعش بثني نديه، عزيز وفرقتك تصعب عليا قل لابويا ظل رجاك كل صبح ومسية، بقبر واحد يكون نطب سوية يا ابويا. بويا ما ادري شلون عمري يصير بجفاياك، اي والله بجفاياك، وانا كل ساعة قلبي يريد ملقاك، اخذني للقبور يا ابويا وياك عزيز وبالقلب يجوي نفرقاك، ويلي 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 عميان عيني عميان عيني، خلاف الابو عميان عيني. قالت بويا ليل نهار نوح عليك وانحاب يا ابو القاسم، ترى قلبي تصواب يا بطول الحلو، قلبي تعذب احس موتي بعد شخصك تقرب، ويلي ويلي يا ابوي. فراق الابو، الله يساعد قلب الفارق من فارق ابوه امير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول فراق الاحبه اصعب من الموت. ويلي 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 تقل ابويا بياب العين عيب تصد وتاره 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 وتاره، ودليل تقطعت بالهيم، وتاره وتاره وتاره، انا تار على النبي انحب
وتارة صب دمعي الضحايا الغاضري. ون إلى كربلاء يا أصب دمع الضحايا الغايا. مرحومة إن شاء الله هاي الدمعة والونة. للغاضري قالت قطع حاد المنايب لي وحده ولبس جلباب من الحزين وحده لو ان ما يظن عش النبي وحده جسم حسين ما يبقى رمي. يا جسم حسين ما يبقى يا رمي. الوالد له حق على الأولاد. وأنا تألمت من ساعة الحج لما كان يأذن ذكر المرحوم وبكى. هذا خادم الإمام الحسين، ويا ما الله وفقنا قرينا بهذا المكان الطيب الطاهر إن شاء الله، هذه الحسينية المباركة. رحمة الله على روح الحج إن شاء الله بهذا اليوم. شي يقول الولد؟ يقول يا ناس اشحلات الأبو من يلفل الدار للدار، وانا للدار بويا شحلات الابو من يلفل الدار للدار. اللي عنده اولاد يعرف هذا المعنى. شو يسوي الابو لما يجي اهل البيت؟ يتفقد اولاد كبار الله وصغار. بويا يا ما قعدنا وسولفين، يا ما قعدنا وسولفين وصيت من يا ابويا بي. بويا طب للبيت والقى البيت. اسمع اطوب للبيت والقى البيت. شنو عمي؟ خالي نظرته يا ابويا وتهبالي. بويا الليالي بعد شعود ذيك الليالي. هيهات بعد كل من عليها فان. بعد شعود هين ذيك الليالي من رحيت وعيوني على الباب كل ساعة قول تعود الأحباب. بويا غياب أنا وصف على أهل البيت غياب. عزيز الأبو سمعوا شباب، شوفوا اليوم أغلب شبابنا للأسف الشديد إن شاء الله نقول الكلام للبعيد ما يراعي الوالد والوالدة. عينك عليهم. بويا يا شيال
النعش لا تشيله، ترى فراق قلوب وما بيحل. بويا ما بيحيله، ما بيحيله، يقول ابويا صارت العيله، صارت العيله خلاف الولي، صارت العيله يا ابو. يحب قعدة ابونا، ابونا وذيك الايام من جنة على حضن صغار. احب قعدة ابونا وذيك الايام. اي موقف يذكرك بذيك الايام؟ يقول من جنة على حضن صغار وننام. بويا بعد ما تعود لينا حتى الاحلام، ابونا الما تعاف بدار ايتام. تسمع له لا؟ ابونا المات عاف بدار ايتام. اسمع شي يقول بعد هذا الشاعر؟ يقولون الابو فيته كبيره. اي والله فيت الابو كبيره. يقولون الابو فيته كبيره، والمفارق ابو ما يشوف ذا. خويا الله يساعد الفاقد، نصيرة تصير الدنيا كلها قبال حيرة. ويلي 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 يا ابو. خلنا اعرج بيك وين؟ الى كربلاء. احد خطبائنا يقول كربلاء مدرسة فعلا، تأسى بأهل البيت صلوات الله عليه. وين هالمرة فقد الأخوة؟ أنا أدري هنا مصلي وقارب هذا المكان، الحج عند أخوان هواي، أصدقائهم أخوته المصلين. الحسين ضرب أروع الأمثلة في قضية الأخوة في كربلاء. ما قال انكسر ظهري قط إلا عند موقف أبا الفضل، قال الآن كسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. هذا اللي يفقد أخوه لو يفقد عزيز الله لا يفجع قلبك. شي يسوي؟ دائما يحط ايده على خاصرته يتلوى هيك، مو الشاعر هيك يوصف الحالة. يقول حط ايده على خاصرته، حط ايده على خاصرته وتلوى، او صاحب صوت شنو عمي؟ ظهري انكسر توه يا عباس، يا عباس يا عباس يا طيب الخو. ويلي 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 حمل ضعنهم، حمل ضعنهم بويا، حمل ضعنهم يا ابن النجف، حمل ضعنهم.
وحيل يهضمنا، فقدت حزام ظهري وبيشع وظل. اسمع واحد من الولد يقول يا صويحبي ويلي ويلي الاخو يقتل فراقه فراقه، وحيل حيل يهضمنا، فقدت حزام ظهري وبيشع وظله، الاخو للضيج احتاج وريدا، مريود الاخو. هذا البي محن الجنت حبنا، صعب فقد الاخو ما اقدر اعوفنا يقول يا ناس حلو ملقاه من يقبل وشوق حلو حلو ملقاه من يقبل وشوقنا، حلو ملقاه من يقبل وشوقنا، لكن غرب للنجف وشلون رجعنا، غرب للنجف وشلون ارجعنا، بي وين يا هالحاد الحدية الضعن، بي وين اش كثر قلبي على الخوان، يا ابن امي يا عمة عيني يا اخويا، اش كثر قلبي على الخوان، بي وين صحت يا الشايلين النعش، صحت يا الشايلين النعش، بي وين دريض ودعوا هاي يا اخويا. اما زينب خلي مصيبتك ان شاء الله تهون شويه. اسمع زينب يقول لما اجوا السبايا دخلوا للشام، قبل عادة عند العرب يجي منادي ينادي جاءوا سبايا كربلاء من الشام، لكن مع السبايا نساء من شتى القبائل والعشائر، فزعة الناس عندهم غيرة أمثالكم أيام زمان، كل واحد إذا عنده امرأة من عشيرته إلى صلة رحم داعى بيها وطلعها. منو بقت إلا زينب وحيدة تلتفت يمين يسار ما من محامي. عادك هنا زينب شنو قالت خويا كل من لقى خوان جوغه. مصايبنا بسيطة معذرة. شلون مصيبة مرت على زينب، ولذلك لقبت أم المصائب. قالت خويا كل من لقى خوان جوها، وصاحوا بسيفها وطلعوها، ومن العادي تقول خلصوها، وزينب اهلها ما لفوق. شنو سوت بلسان الحال؟ حنت باكيه لا طمع للراس، قالت اخوي حسين وين
أخوي حسين وين عباس. قالت اسمع هذا البيت عزيز الفيصلي، يقول مثل لمح البصر، مثل لمح البصر وقت المحجار، وانا الما شاف من طولي. لمحجار قالت كل الشام لاقاني، كل الشام لاقاني. لمحجار شريد اشقف وانا حبال بدي. هاي المصيبة سمعت مرة على واحد لو بس على زين. أعيد لك البيت. لمحجار مثل لمح البصر وقت المحجار، وانا لما شاف من طولي. لمحجار كل الشام لاقاني، لمحجار شريد اشقف وانا حبالي بدي سود علي. زينب مشات سوداء علي. عبد الحسين الصياح من الاهواز شي يقول؟ وانهان تقول يا حايد الضعن بالله عليك وانهان، وسألت الناس شو اسم البلد. وانهان مو شان انشتم يا ناس. وانهان عقب عباس شوف الصار بي. اريد ونه زينبيه فدوى قلبك وصوتك. يا عقب عباس شوف الصار بي. يا شيال النعش لا يا شيال. اختم بهذه الابيات. يا شيال نعشبون ولا خويا يردن بناته يودعن. يردين بناته يودعن ويشبعن. شوف من ولا يبون الراح من ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالي. زهراء قالت يا شيال نعشبون ولا خويا يردن بناته يودعن. يردن يشبعن شوف منه ولا يبون الراح منا يا دمع سيل وجرح الخدود على السافر وللدار ما يعود. يا ناس ترى والله الأبو بكل وقت نوحوا على المسموم سيدي البرية. سم الغدير يا ناس راح من دي
حيدر يوين عليك وانا خفيه وتلطم على الخدين الزهرة زكية الليلة الحسن ينعى وحسين أخي وزينب تون بالآه سودة سودة علي صديق. أشوف الولد بعد عندهم دمعة. صدق شالوا كبار البيت غياب وتفارقنا وعلى الفرقش بدينا صدق جنهم نسونا وما يردون واليوم الوالد فاقدينا. يا شمعة بيتنا ويا منور الكون مستعجل رحت ما ندري لا وين. رحت بويا وما اخذت يل تطلب الدين مطلوبين بويا لتعبك الفات. باكر من نسوي الموكب المجلس شلون يل طبعك تجي بين المعزين. عهدنا لك عهد ما نخلف وياك بمواكبنا يا ابويا للدوم. باقيين يقولوا لي تون شلون ما وين وانا ما ادري بهلا وين. ما وين تبعت الضعن لأن الضعن ما وين حدا يهوم واقطعوا بي. عمنا الحزن والضيم يا هالناس عمنا بكينا ومين بكينا عيون ملا علاء. عمنا قالوا لي رحل هاليوم عمنا وجيت الطم علي باثنين يدي. بيت الختام إلى الأصدقاء. أحباب الجنت أصبحهم ومسهم نصب عين اللحد طمهم ومسهم راح اليوم باكرهم وأمسهم وبعد هيهات ما يعودون إلي إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله صلوات ثلاثا بأعلى أصواتكم. جزاكم الله خير. الله يحفظكم إن شاء الله جميعا. نسأل الله بحق سيد الشهداء وبحق شهادة النبي الأكرم محمد أن يقضي حوائج المحتاجين ويشافي مرضانا ومرضى المؤمنين وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. أحب أن أقول كلمة ونتأسى بكلام النبي صلى الله عليه وآله حينما قال إذا مات ابن آدم شنو؟ انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هنيئا إلى المرحوم هذه الصدقة الجارية، وهنيئا لكم أنتم كذلك. والصدقة تدفع البلاء المبرم، تكفيه حر القبور، دعاء الملائكة،
بل يقولون العلماء الصدقة باب من أبواب الجنة. يوم القيامة ينادون أين أصحاب الصدقات؟ ادخلوا من هذا الباب. هنيئا إلى أصحاب الصدقات. والنبي صلى الله عليه وآله كذلك قال الكلمة الطيبة شنو؟ صدقة. واحد ما عنده يبني مسجد حسينية يساعد الفقراء المساكين، على الأقل الكلمة الطيبة شنو؟ صدقة. قال علم ينتفع به. العلوم كثيرة لكن قبال الباري عز وجل قليلة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اكتسب هاي، اغتنم الفرصة. شنو عندك من علم قدمه إلى المجتمع، قدمه إلى الناس، لأن يوم القيامة الباري عز وجل أشار إشارة جدا دقيقة، قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا الإنسان يكون يراعي هذه الأمور على عجالة طبعا لأن الوقت أدركنا. جزاكم الله خير. أريد أصل إلى نقطة وهي المهمة أو الأهم. قال ولد صالح يدعو له. الولد دعاء مستجاب عند الله سبحانه وتعالى. ادعوا لوالديك. هذا الوالد الوالدة يا ما تعبوا وسهروا، بل الأكثر الدعاء واجب بحق الوالد أو الوالدة. والدليل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اجت صيغتين في ختام هاتين الآيتين لو الإنسان يتدبر شوية. لأن أنا مريت بهذا الموقف عند أحد الأخوة. شوف إنسان يصل إلى مرحلة في المجتمع العشائري أو التجارة أو الدولة أو السياسة، شخصية معروفة، مرات يتكبر على الوالد وعلى الوالدة. ما عندنا آية في القرآن. أنا اليوم معذرة أتكلم بحضور السادة سيد كاظم وسيدنا الله يحفظه، خذت الإذن من عندهم. ما عندنا آية في القرآن الله أراد الذل للمؤمن أمثالكم إلا قبال كأشخاص كمخلوق إلا قبال الأم والأب. شنو قال؟ قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الوالد ترى ينتظر الدعاء خاصة ليلة الجمعة. كذلك النبي صلى الله عليه وآله وما أرسلناك إلا رحمة شنو للعالمين. النبي رحمة. قال ليلة الجمعة الأموات تأتي تقف على جدران بيوت أهلها اذكروهم، خاصة الأم والأبو. قل دائما رب اغفر لي واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. دعاءك مستجاب، دعاءك واجب. ترك الدعاء يقولون معصية. نسأل الله بحق سيد الشهداء أن يجعلنا وإياكم من البارين ببركة محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا وارحم موتانا من اجتمعنا من أجل. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. من على أهله بالصبر والسلوان. اقضي حوائج المحتاجين. شاف اللهم وعافي مرضانا ومرضى المؤمنين. وفقنا لخدمة محمد وآل محمد. تقبل منا هذا القليل من دار الدنيا إلى دار الآخرة لوجهك الكريم لشرف الأنبياء لمحمد المصطفى ولبيته الطيبين الطاهرين. أرواح أمواتنا وأمواتكم جميعا، شهداءنا الأبرار، روح من اجتمعنا من أجله. الله من يقرأ الفاتحة معطرة بذكر محمد وآل محمد.